لما كان داخل تفيلة عدد الحامير أكثر من عدد السيارات. حتى عدد ماذا؟ والفيديو، عدد عدد ماذا؟ الحامير أكثر من عدد السيارات لما كنت داخل تفيلة أنت. يعني انت حتى ركزت، غيرت الفيديو. انت عديت رك- الحمير يا قادر، كنت مركز على الحمير. لأنني كان عدد الحامير أكثر من عدد السيارات، هذه الحقيقة. لحظة، قل لي حتى ليش ركزت على الحمير؟ ليش؟ لأنهم عددهم كثير، لأن عددهم كثير، أنهم عدد يستعملون في الأرض. تاع الحامي لان شفت لاحظت انا، لانك انا ما انا كنت نتفرج، والله كنت نتفرج سمعتك تقول مدينه جميله و وليت نشوف عدد الحامير اكثر من عدد السيارات، والناس تتكلم لك، الناس تحلم. المؤشرات الاقتصاديه هي ما تكذب عليا ولا اكذب عليك. روحوا للبنك الدولي، المؤشرات الاقتصاديه واضحه. المغرب هي من كل اسبوع من دين الى دين. الملك يتدين ويقترض، وانتم اولادكم واحفادكم ان شاء الله هم من يقضوا الدين الان ما تاكلوه. اما الجزائر الحمد لله ما فيناش الدين، وراح انتم تقعدوا بالدين، تتمشوا بالدين، تعيشوا بالدين. المهم، اسعد الشرعي، انت هل طلبت التاشيره لحظة، الجزائريه؟ قبل ما تدخل فيني يا انت كملت على كمال، اذا انت الان معي خليني ابدا معك انا يعني لوحدنا يعني. لا لا، انا مازال ما كملتش مع كمال، كان ماشي نكمل معاه صاحبي. طيب، كمل. لانه انا كمال انا كمال نضحك، كمال كمال اورد نكمل الكلمه حاجات تاعي، كثيره، يعني معليش. انت سعيد، ما شاء الله معليش، يرضي انا راني حياتك. نقول على على فتح الحدود. اه. انا انا ما رانيش فاهم. انا الشعب المغربي هو ضد الملك تاعه. الملك يتسول الجزائر بفتح الحدود للتنفيس عن الشعب في الجهه الشرقيه، والفيديوهات واضحه تاع الجهه الشرقيه. ناس تبكي في وجدان، ناس تبكي من الجزائر. ولما تبغي الفيديوهات راهم كاينين بالعشرات. وجده تعاني من الحدود، وتبقى مغلقه الى يوم الدين، الى ان الى الدخول في بيت الطاعه. الحصار مواصلين حتى لموريتانيا، مواصلين الى الدخول بيت الطاعه. هذاك الكاذب مثلا ثاني على تبيع الخضر، تبيع الفواكه، تبيع. اسمع يا سي محمد، روح لمنظمه التغذيه الدوليه، الناس راكم تسمعونا 4600. روح منظمه التغذيه الدوليه، الاكثر امنا غذائيا هي الجزائر في افريقيا والدول العربيه كامله. اولا. ثانيا، الانتاج الفلاحي في الجزائر يتجاوز المغرب بالملايير دولارات. انت الفلاح اول فلاح تاعك خلاك بالجوع بدون طماطم وراح بحال اوروبا. عندك اسبوع كنت تعاني. ومن تتكلم على الطوابير، طوابير حدثت في الجزائر عندها عامين، حدثت طوابير على اشياء مدعمه اللي انت ما عندكش، انت ليست لك اشياء مدعمه. انا افضل يكونوا طوابير على اكل او شرب، وما يكونوش طوابير على المساعدات الاسرائيليه اللي شفناها العام اللي فات في رمضان، وستراها على بضعه ايام، على اسبوعين سترى المساعدات الاسرائيليه والطوابير. احنا نفضل يكون طوابير مثلا على حليب او غير شيء، وما يكونوش طوابير لكي عقد طيب، عمل طيب يا مهين قادر. ومدل. هذه مهمه، طيب، لعقد عمل مهين ومدل طيب للفراوله، قادر. لارسال نساء يعملوا في الفراوله، لاننا ما وفرنا لهمش منصب شغل جميل. ولا الاكل في المغرب. وشكرا اسمح لي لكم. بس، اسمح لي فقط يعني الاخ اللي بيتصل لا أه اتصل ان شاء الله الرحمن، لا تتصل. تسمعني اتصل. يا أخ أسعد؟ تسمعني؟ دقيقه اخي كمال، قفل ميكروفونك دقيقه لو سمحت. حسنا، بس عندي إجابة على هذا الشخص. انا ساعطيك حق الرد كما تشاء، لكن هو انا كنت في الموضوع يعني يعني فيما يخص الريساني الذي انت ركزت على الحمير. هو كان في حمير نعم، لكن كان في بشر. انت ركزت على الحمير ولم ترى البشر يعني. هو مشكلتكم هكذا، انتم ترون الحاجات السيئه ما تشوفوا وش الحاجات الثانيه. لكنك مثلا قد اطرح عليك انا الان سؤال. أنا كنت في الريساني ورأيت ضريح، ولو أنني لا أؤمن بالأضرحة حقيقة، أقولها للكل، لا أؤمن بالأضرحة ولا بشيء، ولست من اللي يحبوا الأضرحة، لكن المغاربة يقولون هذا هو منبعنا. السؤال لك يا قادر، من هو منبعك؟ أين أصلك؟ أين أصلك أنت كجزائري؟ اصبر، لا قد تفتحش، يعني أنت ركزت على الحمير ونسيت الضريح. نسيت مسألة الهوية، لأنه مسألة الحمير عادية. ليست فكرة، لكن الفكرة التي كانت موجودة في الريساني أن المغاربة كانوا يتفاخرون حتى في اللايف عندي في هذا، أنه هذا منبعنا، هذا أصلنا، هذا مؤسس دولتنا التي تحكم إلى اليوم.
لو سألتك اليوم أنت من هو أصلك؟ من هو منبعك؟ أين مؤسسك؟ لن تجد شيء. الجواب سهل. دقيقة يا قادر، دقيقة، لا ما أعطيك، لا ما لا أعطيك. عندي الجواب. أنا لا بعد عندي. خلاص، إلى عندما يعطيك الدور أنا خذ الجواب. لكن ركزت على الحمير، والتركيز على الحمير هذا شككني فيك للأمانة أخي قادر، لأنه خرجنا من الدجاج أنت ركبتنا للحمير الآن. أرجوك يعني نعطيك الأرقام. أكبر لا دولة عندها عدد لا حمير هي المغرب. يا قادر، ما عندهم مليون رأس. يا أخي لا، ما أعطيك الميكروفون، الله يرحم والديك. خليني بس يعني أخرج أنا من هذا المأساة وبعدين أعطيك الكمال. مسألة الطماط أو أي الطماطم، تعرف فين الأزمة؟ الأزمة مش في المغرب، الأزمة عندي أنا في بريطانيا. تعرف إيش قالوا لي الجماعة؟ قالوا وانت جاي من المغرب إذا تريد تعطينا هدايا أعطينا طماط، لأنه في بريطانيا حصلت أزمة. أقسم لك بالله هذا الكلام حقيقي، هذا الكلام حقيقي، لأنه حصلت شحة عند المزارعين المغاربة، وبريطانيا المغرب هي المصدر الأول للطماط. عندنا تسكو، أكبر متجر اسمه تسكو، وأزدا، وسينسبري، هذا اللي في بريطانيا يعرفوا هذه الأسماء، منحوا كل أسرة طماطتين، لأنه في مشكلة المغاربة ما عاد جابوا طماط لبريطانيا. وهذا الكلام أقوله لك وأقسم بالله أنه صحيح. أزمة الطماطم مش في المغرب، في بريطانيا. الطماطم المغربي تداعياته وصلت عندي في بريطانيا، واتصلت أقسم لك بالله أنا يعني من أهلي من يشتغل في هذه المحلات، قالوا ممنوع إذا تدخل تتصرف يعطوك بوكس واحد، شوف كم عندك أولاد يعطوك بوكس واحد. لذلك قالوا للجماعة إذا أنت يا سعد تريد تعطينا هدايا لا تعطينا أي هدايا تحف من مراكش وكذا، أعطينا طماط مغربي. أنت يا أخي يا قادر لا تتحدثوا عن في مسألة الفلاحة في المغرب، هذه نصيحة لك يا قادر، أقسم بالله، وهذه شهادة لك أيضا، أنت تثق فيه، أن الخضروات في نهاية اليوم تؤخذ بمجانا، مجانا. أنا أول ما وصلت في الزيارة السابقة كان أبو مهدي مدخلنا من عند البيت، أشوف بسطة بائع الخضروات ما عليها حداء، وفي ناس بيأخذوا يعبوا. قلت له ماله هذا، وين البائع؟ قال هذا ولا هو يبيع إلى نهاية اليوم، ما يرجع اللي يبقى، ما يرجع، يترك كل الناس يبيع. يعني في مسألة الفلاحة خرج، لا تجي تقول لي ما توجوع يا أخي، مرتاحين راحة. لو تشوف البرتقال اللي في بركان، أو لو تشوف التفاح اللي في ميدلت، أنا نفسي شفت الكل. مسألة الفلاحة خرج منها يا قادر، أنت اللي تضررت، أنت ما قادر تزرع، أنت بتأخذ البصل من جنوب أفريقيا. ما مسألة الفلاحة اخرجوا منها بشكل خاطئ. معلوماتك خاطئة. يا قادر ما أدري ليش تفتح الميكروفون، خليك مركز. هذا شيء. مسألة أنه رئيس دولة قال نحن نعتبر المغرب عاهرة، هذه شوشعية من حق شوشع، هذه معلومة شوشعية. لا أعتقد أن هناك رئيس دولة سيتفوه بهذا الكلام، لذلك ما في داعي للشوشعة هنا، نحن نريد حقائق. دي تعمل فيها مثل شوشع، تسجل هدف خرط وتوهمه أنه هداف ويتشقلب مسكين. هذا الكلام أنا ما يصلحش عندي في اللايف. يعني يقول أو افتح شيء مثل ما فتحت لنا صورة الحسن الثاني في فرنسا، وهذا افتح قول الرئيس الفرنسي قال. وأنا لن أفتح موضوع الجماجم لأنه أعتقد كمال سيفتحها. تفضل يا كمال 5 دقائق ثم نعيد الميكروفون للأخ قيادة. سعد، كيف ما بديت لك الخطاب في الأول قلت لك المغرب بلد دفاعي ويفضل السلم واليد الممدودة، بديت بخطاب الأخوة. أما دابا الآن فما كنتكلم هذا وقال هذا الكلام ديال قال لك شارل ديغول قال العاهرة إلى آخره، أنا ما كنبغيش ندخل في هذا الشيء، لذلك يستعد يسمع الكلام ديالو. يا أخي المغاربة لم يقبلوا حتى الائتمان الأوروبي والذي مولته فرنسا بأن القضاء المغربي يتعامل بوكالة من النظام المغربي، فقاموا المغاربة جميعهم وقفة رجل واحد، وقطعنا المنتجات وقطعنا اللغة الفرنسية، ولم نرغب حتى بزيارة ماكرون إلى بلدنا. وبالله كما شفناكم شو ما درتوا هذا الشيء. حتى السنغال اللي كتهاونوا بها تقولون أن السنغال ليست دولة في وجهه، كفاكم من إهانتنا، لم نرى هذا من الرئيس الجزائري القوة الضاربة. أما لما نتكلم على
الوثائق قال شارل ديغول. ألم يقل شارل ديغول لما أرادوا الخروج من الجزائر: لا خوف على فرنسا ما دمنا تركنا في بطون الجزائريات أحفادنا وسيحافظون على الجزائر أكثر من الفرنسيين. حاجة أخرى لمعة للفراولة. والله إني ليشرفني أن أرى ابنتي أو زوجتي أو أمي تعمل بكد بعرق جبينها وتأتي بمال حلال على أن تأتيني طائرة من الكويت محملة بباغيات إلى المطار ديال الهواري بومدين في 2:30 ليلا. عيب وعار عليكم. حتى الصحف الكويتية والصحف العالمية تكلمت على هذه الفاجعة، والجزائر الدولة المسلمة. أما في حكم السيادة الحكم فكما اختارت الجزائر الأراضي. نعم كمال نعم نعم. اعتقد السماعه عندك بتعمل صوت في الثوب او شيء، في كشكشه كذا. دابا الآن تسمعني مزيان؟ ايوه، حاول